في صغرك ستكون الأمور سهلة أمامك عندما تكبر. هذا ما كان من المحتمل أن كلامها مقتبس من مثل ما. لقد أوصتني أن أعطيك هذه إذا حدث أي شيء لها. عزيزي تشيهيرو، مؤكد أنك متفاجئ لكونك وجدت نفسك وحيدا فجأة. آسفة لعدم قدرتي على البقاء معك للأبد. أنا حزينة لعدم مقدرتي على رؤيتك وأنت تكبر بشأن ما عليك فعله الآن. على الأرجح ستكون بخير، لذا لا داعي للقلق. أنت تشغل بالك كثيرا، لذلك أنا قلقة بشأنك. الحياة يسيرة في العادة، لذا لا تهتم كثيرا بشأن ذلك. ابذل ما بوسعك. أمك الحبيبة. هذا غامض للغاية. شيهيرو اهدأ. ابق معنا ريثما تجد مكانا تذهب إليه. لكن كيفما نظرت للأمر فهذا أصعب من أن يعيشه تلميذ في الابتدائية. على أي حال، هل أنت متأكد من أنه لا بأس بالقدوم إلى المدرسة؟ لقد رميت القمامة بالفعل، كما قمت بتجهيز العشاء والتنظيف. لم أجد شيئا آخر أفعله عدا مجيئي للمدرسة. أصبحت كربة منزل. والآن ماذا سوف تفعل؟ هل ستبقى مع قريب لك؟ ليس لدي أقارب. حقا؟ إذا فأنت ستصبح متشردا. ابذل جهدك. أجل. تتحدثون وكأنها مشكلة شخص آخر. لقد كان ممتازا. انتباه. إذا كنت في مشكلة حقا تذكر أن تخبرني. نراك لاحقا. أجل. في الواقع المشكلة الكبرى أن الأمر لم يتضح لدي جيدا، لأن والدتي كانت تعمل على الدوام، فلم تكن تأتي للمنزل كثيرا. لقد فات الأوان على الشعور بالوحدة. هيا أنت اذهب، ارحل، لا تقترب مني، أرجوك لا تقترب مني، ارحل أرجوك. هيا أنت أيها الفتى هناك، أنقذني بسرعة، هيا أرجوك. لا تنظر إلي هكذا، إنه يبدو صغيرا ولطيفا الآن، لكنهم يكبرون بسرعة ويهاجمون الناس. هيا بنا. لقد ساعدتني كثيرا، شكرا لك. ماذا؟ أنت، هل اسمك هو تشيهيرو؟ من أنت يا سيد؟ إذا فأنا على حق، أنت تشبهها كثيرا. أنا سعيد بلقائك. اسمي هو تاكاتوري مادوكا، وأنا هو خالك. ماذا؟ أنا سعيدة تشيهيرو. الآن يمكننا أن نطمئن. اعتني بنفسك. سيد مادوكا، أهلا بعودتك. أهلا بك كيتشيرو، إنه معي. إن أغراضه في الخارج، هل باستطاعتك جلبها؟ أجل سيدي. مهلا. أعتقد أنك أحضرت الشخص الخطأ بعد كل شيء. هل تأكدت من أنه هو الشخص المطلوب؟ بالطبع، يمكنك معرفة ذلك بالنظر إلى وجهه. لكن في الحقيقة نحن فقراء جدا، وقد قالت أنه ليس لنا أقارب.
حسناً، لقد انفصلت من العائلة الرئيسية، لذلك قولها بأنه ليس لديها أقرباء صحيح عملياً. هل من الممكن أنها لم تخبرك أبداً؟ المسكينة عانت من سكتة قلبية. الأم والطفل كانا يعملان بجد حتى الآن. لماذا؟ طالما أنها تمتلك عائلة فلماذا لم يساعدوها؟ لأن ذلك ما أرادته أختي. لقد كان لديها حرية الاختيار، فاختارت ترك المنزل رغم الصعوبات والاعتناء بك. إذن أنا لست بحاجة لها، لست بحاجة لمساعدتكم. سأغادر. تغادر؟ إلى أين؟ ذلك المكان لم يعد منزلك بعد الآن. أعتقد بأن الأسهل لك أن تقبل بالمساعدة. لديك ذلك الحق لأنك طفل. تشيهيرو، ما الفائدة من إغاظته؟ حسناً، لقد كان يقول أشياء لطيفة. إنه يشبه أختي. هل حصل على قوة الإرادة من السيد أكيو؟ نفس نظرتها أيضاً. هل أنت متأكد بشأن أخذه؟ لا أستطيع تخيلك وأنت تعتني بطفل. يجب أن يسمح لي بفعل ذلك على الأقل. صحيح، أختي قد كانت أنانية في أحد الأيام. مع ذلك الشخص المعني قد قام برفضك. لا تقلق، لا تقلق. ليس وكأنه ذهب للخارج. أنا متأكد بأنه يعلم بأنه لا يستطيع البقاء لوحده. لو كنت بالغا. هيا شيهيرو، ابتهج. لو لم أكن طفلا، لو لم تفعل ذلك من أجلي لكانت أمي على قيد الحياة. أمي. بالحديث عن ذلك، هل تعلم إلى أين ذهب؟ بالاعتماد على الطريق الذي سلكه، إنه في المطبخ. ها؟ المطبخ؟ أعتقد أني لم أزره منذ 3 أشهر. ما هذا؟ تشيهيرو؟ يستحيل، يستحيل أن أترك هذه القمامة المتراكمة. واو! لسبب ما قرر أن يغسل الصحون لوحده. لهذا السبب كنت أخبرك بأن تحضر خادمة منذ مدة طويلة. لكني لا أجيد التعامل مع الغرباء. أه؟ كم مضى على هذه؟ لا يغتفر. لقد فكرت في شيء جيد للتو. هل هو شيء عديم الفائدة مرة أخرى؟ كم هذا فظيع! عليك فقط الوثوق بي. لا تتعدى الحدود من فضلك.